ايه ده بجد والله؟ يعني الزمالك وبيراميدز مش هيلعبوا الجولة الثالثة؟ لا وخد بقى البوم. علي معلول بره قائمة الاهلي في مباراة سان داونز. عاش يا كولر، عاش، انت جامد جدا. محمود الخطيب النهارده كان مع كولر في المطار، وكان في جلسة بينهم وبين بعض. لما اقول لك تفاصيل الجلسة يا ريت تعمل اشتراك في القناة ولايك، شرفني اشتراكك وتعال عشان اقول لك في اخبار كتير قوي النهارده. طبعا محمود الخطيب فاجئنا ان هو مسافر مع البعثه بتاعت النادي الاهلي المتجهه لجنوب افريقيا عشان لقاء سان داونز، ودي حاجه مبشره وحاجه كويسه ان قيمه زي محمود الخطيب يكون متواجد مع الفريق عشان خاطر يديهم دفعه معنويه. وبالفعل كان في النهارده لقاء مع الفريق، وكان في اجتماع مع اللاعبين عشان خاطر يحفزهم، وعشان خاطر اللاعبين اللي متضايقين من فكره العقود او بيفكروا في فكره عقود زيزو تريزيجيه والناس اللي لسه ما جاتش دي. كابتن محمود الخطيب اتكلم معاهم وقال لهم يا اخوانا اهدوا شويه، انا عايز اقول لكم ان كل العقود هيتم تعديلها من بدايه الموسم الجديد، عمرنا ما هنسمح ان يكون في فوارق كبيره في العقود ما بين اللاعبين، ده مش نظام وسيستم النادي الاهلي، فبالتالي ما تبصوش للعقود اللي لسه ما جاتش. كده كده السنه الجديده هتبدا وكل حد ليه حق وكل حد المفروض ان يتعاقدوا يتعدل، ان شاء الله هيتعدل. انا عايزكم تركزوا في المباراه، عايزكم تركزوا في اهم وقت في الموسم، اصعب فتره في الموسم، فتره التتويج بدوري ابطال افريقيا. لو كسبتوا سان داونز الموضوع هيأهلكم للمرحله النهائيه اللي هي نهائي دوري ابطال افريقيا، وان شاء الله تحققوا انجاز تاريخي ما اتعملش على مدار السنين اللي فاتت دي كلها في دوري ابطال افريقيا من اي نادي قبل كده، وهو الفوز ب3 دوري ابطال افريقيا متتالي. بس احب اقول لكابتن محمود الخطيب للاسف طموحاتك دي وطموحاتنا كلها متعلقه ببني ادم اسمه مارسيل كولر، للاسف ما عندوش طموح لاي حاجه. يعني ايه يا بيه بني ادم زي مارسيل كولر المفروض ان عنده لاعب كبير وعظيم زي علي معلول ما ياخدوش معاه في قائمه افريقيا، ما ياخدوش معاه في ماتش زي سان داونز؟ المفروض ان هو اصلا ما عندوش ولا باك شمال تاني غيره. يعني عندك كريم الدبيس مصاب وعطيه الله مصاب، فبالتالي ما عندكش غير علي معلول. ازاي ما تاخدش علي معلول؟ ليه ما تاخدش علي معلول؟ علي معلول عمل لك ايه؟ ولا هو عشان بتأيد ضد رغبتك وان الاهلي هو اللي كان عايز يأيده وانت ما كنتش عايز فمقضيها عند مع الاداره على حساب النادي وعلى حساب بطولات الاهلي؟ دي كارثه وكارثه كبرى. ايامك ما بقتش كتيره يا عم كولر في النادي الاهلي، واسمع مني اللي بقول لك عليه. ايامه ما بقتش كتير. انا عايز اقول لك ان التواصل مع ماركو روزا المدرب الالماني المخضرم، المدرب الالماني المحترم، المدرب الالماني اللي كلنا ثقه ان ممكن يحقق حاجه مع النادي الاهلي، قربت جدا. التواصل بينهم وبين بعض يكاد يكون مثلا في مليون دولار مثلا ولا حاجه في الموسم. يعني الاهلي عارض 3 مليون دولار وماركو روزا عايز 4 مليون دولار، يعني ما يساوي تقريبا في الشهر 330 ألف دولار شهريا. على فكرة مش بعيد خالص عن اللي بياخده مارسيل كولر. مارسيل كولر بياخد تقريبا 250 ألف دولار بس بياخدهم وما بيشتغلش. على الأقل ماركو روزا ده هيجي وهيشتغل، عنده طموح، عنده شغف، راجل حقق كاس السوبر الألماني، حقق كاس ألمانيا، حقق كاس النمسا، حقق 2 دوري النمسا، فبالتالي راجل ليه بطولات وبيعرف يجيب بطولات، انه درب فرق صغيره ما كانتش فرق كبيره بالمستوى او بالاسم الكبير ولا في المانيا ولا في النمسا. كل خوف والله، كل خوف من فكره عدم وجود علي معلول، كل خوف من البني ادم اللي رايح يدربنا هناك دوت، كل خوف من مارسيل كولر ان هو يكون المدير الفني للنادي الاهلي في مباراه سان داونز. لكن للاسف احنا قدام امر واقع مضطرين ان احنا نتعامل معاه. اتمنى ان وجود كابتن محمود الخطيب في البعثه ووجوده مع اللاعبين وتحفيزه وان هو قيمه كبيره يكون متواجد مع اللاعبين ممكن ان هو يعمل حاجه ويحقق حاجه ويخلينا ان شاء الله نقدر نحقق نتيجه ايجابيه سواء بالفوز او على الاقل بالتعادل مع سان داونز. بالمناسبه سان داونز مش هيخلي الدخول مجانا، سان داونز هيخلي الدخول بفلوس على الجماهير، لان اللي حصل في مباراه الترجي وسان داونز المباراه اللي فاتت والشغب إثارة الشغب وكل الكلام اللي حصل مال الجماهير دوت خلى إدارة سان داونز تقفل فكرة الدخول المجاني، والدخول هيكون بتذاكر، وكمان عاملين حفل غنائي كبير قبل المباراة عشان يشجعوا الجماهير على الحضور. كل التوفيق للنادي الاهلي بالفوز. مش معنى ان احنا كارهين مارسيل كولر ان احنا نتمنى ان الاهلي فريقنا العظيم يخسر، اكيد لا طبعا، لكن اتمنى باذن الله ربنا يكرمنا ونفوز بدوري ابطال افريقيا، وبعدها ما نشوفش وش مارسيل كولر تاني، نكسر وراه او مش قله نكسر وراه زير. اما بيراميدز والزمالك فيا عيني صعبانين عليا جدا. انا عايز اقول لك ان بيراميدز والزمالك المفروض دلوقتي بيطلعوا تسريبات عشان خاطر توصل للجنه الاستئناف اللي هي بتنظر في الشكوى بتاعت النادي الاهلي وبيراميدز والزمالك بخصوص ال3 نقط واعاده المباراه بين الاهلي والزمالك. عاملين زي تحالف كده عبيط شويه. التحالف ده بيقول والله ان احنا عايزين ما نلعبش اي مباراه في الدوري
ولا حتى الجوله الثالثه نلعبها غير لما النادي الاهلي يتم النظر في شكوته ويتم خصم الثلاث نقاط منه. طبعا الكلام ده عبيط جدا، بيحاولوا ان هم يضغطوا على لجنه الاستئناف، بيحاولوا ان هم يشوفوا اي حل عشان خاطر موضوع النقط دوت يتخصم من الاهلي. طبعا لو تم خصم النقط من الاهلي فوقتها الاهلي هيتراجع للمركز الثالث والزمالك هيبقى في المركز الثاني بفرق نقطه. فطبعا حلم الزمالك ان هو يشارك في دوري ابطال افريقيا، عنده حلم كبير في المشاركه لان هو بقاله سنين بيشارك في الكونفدراليه، ما بقاش عنده امل في المركز الثاني، فجات له على طبق من ذهب فكره ان هو يكون مركز ثاني من غير حتى ما يتعب. بس احب اقول للزمالك حاجه، في اخبار متداوله كتيره جدا بتقول ان اتحاد الكوره مش هيسمح لنادي الزمالك ان هو ياخد رخصه اللعب في البطولات الافريقيه غير لما يسدد كل الديون اللي عليه. الزمالك مديون بديون كبيره جدا، عمل جدوله كتير جدا كذا مره جدوله، لكن ما بيسددش اي حاجه. كل الاخبار اللي خارجه من اتحاد الكوره مش هيتم اعطاء الرخصه في اللعب في البطولات الافريقيه غير لما كل الانديه تسدد الفلوس اللي عليها. فيعني نقبكم على شونه وبراحتكم، عايزين تنسحبوا انسحبوا، يلا اعملوا زينا عشان يبقى احنا انسحبنا ماتش وانتوا انسحبتوا ماتش، لعل وعسى. اما جديد احمد السيد زيزو، فاحب اقول لك ان احمد السيد زيزو عمل محضر ضد نادي الزمالك عشان خاطر يثبت حاله في الواقعه اللي حصلت، ان هو جابوا الصوره بتاعته وشالوها على الارض وداسوا عليها برجليهم والكلام الغريب ده كله. عمل الموضوع دوت وعمل اثبات حاله عشان خاطر ياخد تعهد على نادي الزمالك، وعشان خاطر كمان ياخد موقف ويثبت موقف من فكره هو ليه متغيب من التدريبات في نادي الزمالك، عشان برضه لو الزمالك بعت شكوى لاتحاد الكوره بسبب ان هو متغيب او حاجه يبقى قدامه دليل وقدامه ان هو اثبت حاله في الاسم ومحضر شرطه انه خايف على حياته غير امن على حياته. دي خطوه جيده جدا، ودي خطوه اللي بتسبق خطوه فسخ التعاقد. اما فكره الخوف من عدم قيد احمد السيد زيزو مع النادي الاهلي بسبب ان الزمالك لسه له ماتش هيكون في نهائي كاس مصر ولسه اتحاد الكوره ما حددش الميعاد ده، فحاليا وبعد الكلام اللي خارج من الفيفا ان اتحاد الكوره مطالب ومجبر ان يخلص الموسم الرياضي المصري قبل يوم 2/6 عشان خاطر القيد هيتفتح يوم 2/6 اجباري من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عشان خاطر كاس العالم للانديه. فبالتالي يوم 2/6 بالدقيقه هيتم الاعلان عن صفقه احمد السيد زيزو، وهيكون متواجد مع النادي الاهلي في معسكر كاس العالم للانديه في امريكا اللي ان شاء الله يكون مدربنا فيها هو ماركو روزا.